مع حضرتك يعني انا اتظلمت كتير، فانا هختصر حضرتك من اقرب الناس ليا هو زوجي. امم. بصي حضرتك، هو انا متجوزه بقالي حوالي 20 سنه، تمام. والحمد لله يعني معايا ولد وبنت في مراحل تعليم وكويسه وكل حاجه، وكنت بشتغل. اجبرني ان اقعد من الشغل بحجه ان ايه مشوار بعيد وانت مش محتاجه حاجه والكلام ده كله. امم. فانا قعدت. هو من نوع حضرتك المتعدد العلاقات. امم. طبعا انا يعني ايه، يقول مثلا ما تدوريش في التليفون جوزك او الكلام ده كله، لكن انا كنت بشوف بعينيا وبسمع بوداني. تمام. ومن اقرب الناس ايه ليه ما كنتش بصدق، يعني بقول مثلا بحاول واقيع او كده اهوت. امم. فكم مره علاقه ورا علاقه، فكنت بتكلم، فما حتى مثلا ما يردش مثلا طب اخر مره انا غلطان او يعترف بغلطه، لا امم. كان بيكابر. وكان يعني بيعمل نفسه زي ما يكون انا اللي غلطانه وانا الموضوع في الوضع بمكانه. كنت امم. بجيب اخواتي، وكم مره مثلا نوصل للطلاق وكده، فطبعا انت عارفه الاهل بحجه ان ايه مش يخربوا على بنتهم والطلاق والولاد والكلام ده كله. امم. وفي نفس الوقت طبعا انا قلت برضو ايه مصاريف العيال والكلام ده كله امم. اعيش، واحاول برضو وادعي له بالهدايه. كم مره لغايه اخر مره حضرتك من 3 سنين كسرني مع جارتي. عمل ايه؟ مع جارتي عمل ايه؟ هي جوزها توفى من حوالي 3 سنين، امم. وانا جوزي بيشتغل يعني في صنايعي يعني بس. امم. تمام. فبحجة بقى ايه اطلع اعمل لي حاجه في التليفونات الكلام ده كله. فانا كنت بنزل مثلا عند والدتي، اجي بالليل او اجي تاني يوم احس بحاجه غريبه في الشقه، في حاجات ضايعه. امم. في نفس غريب في الشقه. امم. فحضرتك مثلا تابعت التليفون بتاعه، لقيت كم مرة الرقم بتاعها. وفي ناس طبعا ايه شافوه مع بعض في امم. مكان، يعني في مكان بعيد مثلا وشغل. امم. بتاع دوت انزل يجيب اكل، ده كان يجيب اكل ليه، كان يطلعه مثلا يطلعوا ليها. طبعا يعني هما بقوا على علاقة مع بعض. على علاقة حضرتك مع بعض. امم. لغاية ما في التليفون كنت في التليفون بتاعه لقيت امم. رسالة أو مكالمة منهم، هو كان مسجلها وما كانش عارف إنه بيسجل تليفونه. امم. سمعتي ايه؟ نعم. سمعتي ايه في المكالمة؟ يعني وسمعت أنا جايب عشاء، امم. ابعتي بنتك تنزل تاخده، طب خبي عشان الجيران اللي قصادك مش عارف ايه. طبعا هنزل على السلم، فهو نزل على السلم، امم. ففي ضحكة وزي يعني امم. حصل حاجة يعني على السلم، امم. فكانت باينة يعني. امم. المهم بعد كده واجهته، فيقول لي لا 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 مش انا، مش صوتي، مش عارف ايه الكلام ده كله. امم. وجبت اخواتي وحصل كلام موضوع والكلام ده كله. وواجهتي جارتك ولا ما جيتيش جنبها؟ انا قطعتها. امم. بدأت حضرتك بقى ايه تعمل مشاكل مع ابنها عن طريق ابني، ووصلت المحاضر. طبعا لما اتكلمت بقى حصل مشكلة، انا اتكلمت وقلت لا لا امم. لا ما حصلش ومش عارف ايه، ده انت بتغيري منه ومش بتغيري منه. قلت له وصلتوا لايه دلوقتي يا فندم؟ ما وصلناش لحاجة حضرتك، هو مستمر في اللي هو فيه دوت. امم. تمام. مع غيرها. وبعدين في الوقت ده كله هو مقاطعني حتى يعني حتى كزوجة من اكتر من 8 سنين. يعني هو ما بيديكيش حقك الشرعي وبيخونك. اه. والسبب ايه بقى؟ يعني ما بيديكيش حقك انت ليه؟ انا اجي اتكلم معاه طب في ايه، هو ما فيش رد منه، ما فيش رد منه. يعني انت سليمه وما فيكيش اي الحمد مشاكل؟ لله الحمد لله. انا اه. 38 سنة. اللهم صل. بقاله 8 سنين اه. ما اداكيش حقك الشرعي من ساعه وانت عندك 30 سنه؟ اه. او اه. 31 سنة. يعني فين حتى مناسبات والكلام ده كله. خلاص انا ذات نفسي يعني زي ما اكون خلاص كرهت امم. حاجة زي كده والكلام ده كله. انت عايشة تربي الولاد. انت عندك ولاد قد ايه؟ عندي ولد وبنت. امم. تاكل وتشرب الكلام ده كله. طبعا انا حاجه زي كده ما اقدرش اقولها مثلا لوالدتي او احكيها لحد. طب امم. من طلاق اكتر من مره مش عايز يطلق. بس عايزه افهم ايه اللي قطع فجاه بينكم العلاقه كده؟ بصي هو انسان متقلب. امم. يعني ممكن نكون بنتكلم كويسين وكل حاجه مثلا النهارده، تاني يوم تلاقي تكشيره تبويزه مع نفسه.
طب في ايه مفيش حاجه الكلام ده كله. لكن ما بتخافيش من علاقاته دي؟ يعني مش شايفه ان كرم ربنا عليكي انه ما بيجيش جنبك؟ كرم ربنا. انا ما لما كلمت يقول انا بتكلم بس تقول حتى الكلام انت بكلام برضو كلام بحنيه. مالوش حد من اهله تقدري تتكلمي معاه؟ اديته كلمتها تمام، جت عليا تقول لي انا ابني كبير ما اقدرش عليه، انا ابني مش عارف ايه، ابني مالوش كبير، انت خليكي في بيتك وعيالك والكلام ده كله. صدقت حقيقي، اكيد هو مالوش كبير. انا قلت حلو حلو، بس انا اللي صعب عليا قوي. انا عارفه جارتي وقفت معاها وقفه كويسه بعد ما جوزها مات، فاهم؟ وابقى كويسه معاها واتكلم معاها واحتاجت حاجه عملت. اكيد. يعني انت اكتر شيء وجعك، انت عارفه انه بيخونك قبل موضوع جارتك، بس دي جت قوي يا استاذه مروه، قوي قوي. بتكلميني وكانت علاقتها طيبه معاكي وممكن تاكلوا سوا في طبق واحد يعني. مش درجه الاكل، مثلا طالعه على السلم، طب تعالي ريحي، طب عايزه حاجه، انا كنت ممرضه محتاجه حاجه تمريض، اطلع اديها حقن مش عارف ايه يعني على قد ما بقدر. تمام. لكن انت اتاكدتي يقينا ان هو في علاقه بينه وبينها؟ حضرتك انا شفتهم، وابني حسب بينه وبين تاتش. شفتيهم فين؟ واقفين في مكان مكان ناحيه شغله. ابني شافهم، ابني ما كانش عايز يقول لي، جه حصل تاتش خلاف بين ابنها، اتصلت عليه جه بسرعه جه بسرعه، جاي هيضرب ابني والولد انهار. قال له انت ما تعمل فيا كده ليه؟ هيضرب ابنه عشانها؟ ضربه. ابني جات له حاله انهيار، قال له ما انت كنت واقف معاها ومصورينك. الولد انهار. قعدت طبعا زعقت والكلام ده كله. انا مش عايزه اقول لك يا امي وكده اهوت. انا بس صعبان عليا حضرتك، انا مش قادره اسامحه. تمام. لو مات النهارده تقدري تسامحيه، ولا اللي عمله فيكي صعب انك تسامحيه؟ بس كتير قوي يا استاذه مروه، انا مش عايزه اتكلم كتير قوي. انا نفسي اقعد معاكي كتير، عارفه بعدش خاطر الولاد، فاهماني؟ برضه مش عايزه اتقل نفسي بحد. كسر قوي في دي يا استاذه مروه. انت صوتك حزين حزن كتير قوي قوي. كان بيجي عليا قوي انا واولادي عشان خاطر هي وابنها وبتاع. عشان خاطر جارتك وابنها؟ اتصل عليه. طب وما اتجوزهاش ليه؟ مش هي ارمله؟ كان ماشيين في موضوع الجواز، حوار فيها طبعا، هي لها معاش من جوزها اللي برضه اللي عرفته اللي من صحابه بعد ده كله. قالوا لي احنا كلمناك كتير ونصحناك كتير عشان انت انسانه كويسه، ده هو ليك جنه بسببك انت، برنامج ربنا تعادل نضيف بعد ما اتجوزك. ليه ما اتطلقتيش؟ يعني ما فيش اسوأ من اللي انت عايشاه. طلبت يا استاذه مروه. ليه ما فكرتيش تمشي قانوني وتبعدي عنه؟ رحت رفعت ايدي خلع، ومجرد ما قلت لاخواتي انت لوحدك وانت كبيرة نفسك انت مش عارف ايه، قلت لهم يا جماعه انا نفسيتي تعبانه كفايه. مثلا يعني هو ده اللي قدروا عليه اخواتك؟ منعني من صحابي. هم ده اللي قدروا عليه؟ انه يعترضوا على ان انت بتعترضي على الظلم؟ ما حدش فيهم حاول يكلمه ويخليه يحترم نفسه ويتعامل بما يرضي الله ويديكي حقك الشرعي؟ كلموه خلاص ومش عارف ايه، طب راضي ده اخر مره مش اخر مره والكلام ده كله، وخلاص وقرا الفاتحه والكلام ده كله. لكن استاذه مره بتكلميه مثلا في حاجه هو عاملها غلط، تمام، بيتمادى فيها. يعني مثلا قلت له طب نمشي من هنا، انا نفسيتي تعبانه عايزه احافظ على اولادي، انا مش كل شويه يتخانق. وما زال لسه على علاقه بيها؟ لا هو منع الكلام، بس منع الكلام تمام. كلم واحده تانية واحدة تالتة. ايوه، ما هي القصة مش بتنتهي عند جارة، هي القصة ان طول الوقت هو شايف نفسه وعايش حياته وخلاص. يا استاذة مروة مثلا بيحب في التليفون وتلاقيه بيضحك ويتكلم ويخش البيت، يعني انا مش عايزة نفسي تيجي تشوفي. الحمد لله بفضل الله، الحمد لله يا رب. القرآن الصلاة ومعاول بيها دي الحمد لله. نظافة بسلك عليها في نفسي في البيت في اللي حواليا، علاقتي بأهله كويسة جدا أكتر منه، تمام. وجحود بقى، جحود منه ناحية ولادي ناحية أهلي. نزلت عند أمي كل شهر ونص، ولو يلوش ولو يلبوز وبره حلو وجوه. طب أنا عملت لك إيه؟ طب خلاص ننفصل، زعقولي، رحت كلمت. لا وهو ليه يطلقك؟ ممكن تسألي نفسك السؤال ده، هو خسران إيه بوجودك؟ واحدة بتربي له العيال، أيوة، واخدة بالها من العيال، أيوة، بتعلمهم حلو وبتخليهم متدينين وعارفين ربنا،
فهو بالنسبه له كده هو عايز ايه تاني؟ بتنظف واخده تاكل تمام. انا مش عايزه كده. اما انا قعدت وحدي بره معلش حتى ابقى مرتاحه نفسيا باولادي. ممكن اشوف اهلي اصحابي اللي هم مثلا معلش منعني منهم. ما فيش حد بيجي لي عشان اللي يجي لي عايزين. طبعا هو سلوكه السيء بيخاف لا يفتح لك حد يدخل لك يعمل اللي هو بيعمله. وعلى فكره دايما البني ادم اللي بيبقى سلوكه بالسلوك ده وما بيحترمش حرمه الجيران وبيعرف فلانه وعلانه وبيعمل علاقات، بيبقى مرعوب قوي قوي. هتلاقيه قافل دايما على اهل بيته ب100 باب وب100 مفتاح وب100 ترباس. طب هي انسانه وحشه والكلام ده كله ماشي، يعني حاولت معاك بدأت معاك وهي مصالح عشان تعمل لها حاجات وتجيب لها حاجات ببلاش الكلام ده كله وكبير، هي مش صغيره. اكبر منه؟ اكبر مني وفي سنه يعني. تمام. ومش حاجه يعني اللي يشوفها مش حاجه استغفر. طيب انا عايزاكي تسمعيني لان القصه مش قصه الجاره. الجاره طبعا سلوكها مرفوض وبني ادم. انا بشوف قد ايه بيبقى فيه خسه ونداله من الصاحبه اللي تخطف جوز صاحبتها والجاره اللي تسيب كل رجال الارض وتبص لجوز جارتها. ايه ده بقى؟ عفوا قرف. ليه؟ ما خلصتش الدنيا. ازاي اكون كلت معاك عيش وملح واخونك؟ ازاي عندي من الغدر والخيانه ان ابقى انا بفضفض لك او بتكلم معاكي او مدياكي مساحه وامان وانت تسيبي كل الدنيا وتبصي لجوزي؟ بتهيألي يعني منتهى الرخص بجد بجد. فانا مش قصتي في الجاره ارمله عندها مصلحه، لقت راجل بيحاول يبين لها ان هو جنتلمان وهي ما تعرفش غير عنه بس غير اللي عايز يبينه، مع انها يعني لو شافت وشك وسمعت صوتك هتعرف هو عامل فيكي ايه. لكن المشكله مش في الجاره، المشكله في اخلاقه هو. اخلاقه اللي بقالها سنين مش هتتغير وما بتتعدلش غير للأسوأ. وبرده صبرك يعني ربنا يجازيكي بيه، ربنا يجازيكي بصبرك. بس انت صوتك حزين لدرجه صعبه قوي. انت بتقولي لي عندي 38 سنه وانا حاسه اني بكلم واحده كبيره قوي من الحزن والزعل، ومفيش حاجه تستدعي في الدنيا انك تبقي كده. غيري من حالك، ما تخافيش، ما تخافوش. السيدات اللي خايفه من فكره الطلاق اسالي نفسك السؤال: ايه اسوأ من اللي انا عايشاه؟ الطلاق انا ما بشجعكوش عليه، لكن بقول لكم اعملوا ده لو هتموتي. ما هو لما نيجي نعادل، لو هموت بالحسره ولا اتطلق يبقى الاسهل الطلاق، لو هموت بالقهره ولا اتطلق يبقى الاسهل الطلاق. فين عقلكم يا ستات؟ لكن فكره خيبه الامل دي وقاعده عماله اعيط وابكي واعيط وابكي وازعل واتقهر واقول يا رب وجوزي بيعمل فيا وانا مش عارفه اعمل ايه وبيخوني. تاني حاجه في نقطه مهمه جدا: 8 سنين وانت عندك 30 سنه ل 38 سنه ما بيديكيش حقوقك الشرعيه. ده حرام شرعا، حرام شرعا. انت صغيره ولكي كل الحق. 30 سنه من اول ما منع انه يديكي حقك الشرعي. في بنات بتتجوز 30 سنه و31 سنه و32 سنه، فاللي بيعمله حرام شرعا وهيحاسب عليه. فلازم تعملي وضع، لا اما تدخلي زي ما ربنا قال لنا حكم وطرف من اهله وحكم وطرف من اهلك كده يحكم بينكم بالعدل، يا اما تبعدي وتهدي له استقراره اللي بسببه بيعرف بنات وستات، بسبب الاستقرار اللي انت سبب رئيسي في وجوده. ما هو لو هو شايل هم العيال ومش عارف يعمل ايه ومش عارف يظبط حالهم ازاي ويودي مين فين ويودي مين فين، ما كانش زمانه بقى عنده وقت يعرف ستات. لكن انت محققه له استقرار خساره فيه حقيقي.